سواء بتعملي دايت أو ما بتعمليش دايت، الكيكة ديّة رهيبة، مناسبة جدًا للناس اللي بتعمل دايت، لإن السعرات الحرارية اللي فيها مش عالية، كمان مش هنستخدم دقيق أبيض ولا هنستخدم سكر، ومناسبة كمان للناس اللي ما بتعملش دايت وعاوزة تاكل حاجة السكر فيها معتدل أو مش مسكرة أوي. النهارده هنعمل مع بعض كيكة الشوفان والسمسم، مش قادرة أقول لِك بجد الكيكة ديّة جميلة قد إيه. طبعًا هتسمعي كيكة شوفان هتقولي على طول إن الكيك تقيل ومكتومة وما بتتبلعش خالص، ما فيش أي حاجة من الحاجات ديّة، الكيكة طرية جدًا وهشة وطعمها حلو أوي. بنتكلم كمان عن حاجة دايت تبقى المكونات بتاعتها اقتصادية ومش مكلفة خالص، وإن شاء الله كلها تكون عندك في البيت. الأحلى بقى من كل دوّة إن أنا محضرة لكم كيكة النهارده بوشين حلوين جدًا جدًا، علشان تاكليها كده وتقدميها بالشكل اللي يريحِك. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. في البداية كده معايا كوباية ونص من التمر الطري، طبعا يكون نضيف جدا، أنا كمان قسمته بالنص كده وشلت النوى منه. ضفت عليه كوباية كبيرة من الحليب الساخن أو يكون بيغلي كمان. وزعت كده التمر فيه كويس قوي وهسيبه حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. نحضر بقى المكونات الجافة. معايا كوبايتين كبار من الشوفان المطحون، أنا كان عندي الحبة الكاملة وطحنته ناعم كده بنفس الشكل دوت. يعني انتي تعايري الأكواب بعد ما تطحنيه. هضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وهضيف كمان معلقة صغيرة من القرفة. بعد كده هضيف ربع كوباية من البرقوق المجفف أو اللي احنا بنقول عليها القراصية، وهضيف كمان ربع كوباية من جوز الهند. في المرحلة دي أي فواكه مجففة عندك ممكن تحطيها، ممكن تحطي زبيب أو تحطي المشمش المجفف، وممكن كمان تحطي مكسرات مطحونة. مهم كمان ان انت تحطي الفواكه المجففة مع المواد الجافة، علشان لو حطيتيها مع المكونات السائلة هتتقل وهتنزل في الكيك من تحت. قلبي بقى المكونات الجافة كويس جدا، لان فيهم مواد رفع البيكنج باودر والبيكنج صودا، علشان يتوزعوا كويس قوي والكيك تطلع معاكي كلها ارتفاع واحد. كده خلاص المكونات الجافة بقت جاهزة، هنسيبها بقى على جنب. بعد كده هاخد بقى التمر والحليب اطحنه كده بالهاند بلندر او ممكن تحطيهم في الخلاط. المهم تطحنيهم طحن ناعم، يعني يوصل معاكي للقوام اللي انت شايفاه دوت. نحضر بقى المكونات السائلة. معايا 4 حبات من البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ضفت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ذرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الخل. الخل هيتفاعل مع البيكنج صودا اللي احنا حطيناها في المكونات الجافة وهيطلع معاكي الكيك هش جدا. ضفت كمان كوباية إلا ربع من الزيت، وهخفق بقى البيض مع باقي المكونات كويس جدا كده 3 4 دقايق، لحد كده ما القوام يكون ناعم جدا وكريمي ولونه يكون فاتح بنفس الشكل ده. في المرحلة دي أنا ضفت معلقة كبيرة من عسل النحل، ممكن تستبدليه بحباية واحدة من الموز تكون مستوية، وقلبت كده تقليبة. بصي القوام عامل ازاي، القوام كريمي جدا. هاخد بقى خليط التمر والحليب وأضيفه كده على المكونات السائلة، وقلبت بقى كده كل المكونات السائلة مع بعض. كده خلاص المكونات السائلة بقت جاهزة، أضيفها على المكونات الجافة. قلبي بقى كويس جدا خليط الكيك، لان الشوفان بيبقى تقيل جدا في التقليب، ويفضل ان انت تقلبي بمعلقه مش بوسك، علشان تتاكدي ان كل المكونات اختلطت معاكي كويس جدا ومفيش اي اثر لشوفان من تحت. كده خلاص خليط الكيك بقى جاهز معايا، وهو دوت القوام بتاعه المطلوب. معايا بقى صينيه مقاس 26، هدهنها كده بمعلقه من الزبده او ممكن ترشيها كده برشه من الزيت. المكون بقى اللي فرق فعلا في طعم وشكل الكيك معلقتين كبار من السمسم، وزعيهم كويس في الصينيه من تحت. مش قادره اقولك بجد السمسم دوت عمل ايه في الكيك، خلى طعمها حلو وشكلها كمان حلو جدا، بيتحمص كده في الفرن وبيبقى مقرمش وحلو جدا. هاخد بقى خليط الكيك واضيفه كله كده في الصينيه. زينت بقى وش الكيك بشويه كده من الشوكولاته وشويه من الزبيب وشويه من الشوفان، بس زي ما هو كده الحبه الكامله، ممكن تستبدلي كل دوت بشويه من الشوفان بس. سويت كده الوش وثبت كده كل المكونات اللي انا حطيتها من فوق. كده خلاص الكيك بقى جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 170 على الرف اللي في النص. قعد معايا بالظبط من 40 ل 45 دقيقة، وهتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. استحالة تبقى معاكي تقيلة ولا مكتومة ولا اي حاجة، مظبوطة وطرية جدا. بعد ما تبرد خالص تبتدي تقلبيها. ممكن بقى تقدميها على الوش دوت اللي هو بالسمسم، بصي شكله جميل ازاي، حلو جدا. وممكن كمان تقدميها على الجنب التاني او على الوش التاني اللي احنا زيناه.
برضو حلوة جدا جدا. الكيكة مظبوطة وشكلها حلو قوي. بصي كمان كلها ارتفاع واحد. انا كمان قدمت معاها كراميل للي حابب يضيف عليها كراميل كده وياكلها مسكرة شوية. تقطعيها وتقدميها بعد ما تبرد خالص علشان ما تتفرولش منك. مظبوطة جدا. مش قادرة اقولك بجد طعمها وريحتها كانوا عاملين ازاي. حلوة جدا جدا وطرية جدا. وبكده خلاص وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتك. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، ومستنية رأيكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.